هل نولد ونحن نعلم أن المرتفعات خطيرة أم نتعلم ذلك بعد أول سقوط؟ الأصوات في الكون ما بتختفيش، يعني صوتك، صوتي، صوت أجدادنا من آلاف السنين لسه موجودة في الكون، لكن على ترددات معينة. السؤال هنا بقى، نقدر نسمع الأصوات دي؟ بيرد الدكتور: الكلام ده صعب علميا لكن فلسفيا ممكن. بس إيه دليلك إن الأصوات دي لسه موجودة؟ وإيه الاستفادة اللي ممكن تعود علينا لو قدرنا نوصل للأصوات دي؟ بيرد توم: النتيجة أولا هي الدافع للاكتشاف. تصور كده تقدر تعرف سر بناء الأهرامات لما تسمع صوت أجدادنا وهم بيقولوا لبعض طريقة البناء. احنا عاوزين نعرف الكون اتشكل ازاي. السنين اللي فاتت كلها دي كانت حقيقة ولا زيف؟ أما عن الدليل فهو أنا. بيرد الدكتور: أنت ازاي؟ بيرد توم انه بيسمع الاصوات دي وبيقدر يقول كمان اسرار من الاسرار اللي كانت بتتناقلها الاصوات دي. بيرد هنا الدكتور باستغراب: انت كويس يا توم؟ ولو كويس ايه هي الاصوات اللي بتسمعها؟ صدقني مش كل صوت لازم تسمعه، ده اولا. ثانيا، تفتكر انت ازاي تعرف حاجه انت مش عايز تعرفها عشان ما تاذيش نفسك؟ تفضل انك تكون ناسيها اصلا، والحل الوحيد هنا بيكون انك تعرفها، بس تفتكر لو انت عرفتها هتقدر تنساها؟ وهنا بنحس ان الدكتور بيحاول يبعت رساله لتوم بشكل غير مباشر، بالرغم انه ممكن يتكلم بشكل مباشر، لكن في حاجه منعاه. وهنا بتتدخل السيده انجيل وبتقول انه فعلا بيسمع اصوات، وقدر انه يحدد اماكن اشياء كانت مختفيه من فتره ولقيناها، مع العلم انه ما يعرفش انها كانت مختفيه اصلا. الحاجات دي كلها في محيط البيت وقبل ما هو يتولد. وهنا بيساله الدكتور: انت بدات تحس بالكلام ده امتى يا توم؟ بيرد توم وبيقول: اني بدات احس بالكلام ده من فتره كبيره، ما عنديش القدره على اني اقدرها بسبب اني بمر بحاله نسيان متكرره من ساعه ما بدات اسمع، ولكن كانت الاصوات دي خفيفه. دلوقتي في زحمه اصوات جوايا ومش قادره اتحكم فيها. المكان اللي بروحه بسمع فيه اصوات لناس عاشت فيه من فتره للتانيه. فالدكتور هنا بيتعجب وبيساله: طيب دلوقتي قول لي اي مثال اقدر اصدقك بيه. بيسكت توم شويه وهنا بيركز ولكن توم بيقطع السكوت ده بجمله هتخلي الدكتور يتصدم: البيت بيتحول من قصر الى مكان زراعي، ثم مكان غرقان تحت الميه. ثم إلى مكان بتسكن فيه الديناصورات. وبتكرر الحاجات دي كلها بالعكس لحد ما بيرجع لتوم تاني الوعي. توم بيرد بجملة صادمة: المكان ده كان تحت المية في زمن من الأزمنة، ومع الوقت بقى أرض. بس مش ده الغريب. الغريب إني سمعت الصوت بيقول إن المكان ده هيغرق وهيكون تحت المية تاني، وفي ناس اتكلمت مع أصحاب البيت بس ما حدش سمع كلامهم. الكلام ده سنة كام معرفتش، لأن اللي اتكلم قال بعد شهر، لكن ما قالش أي حاجة تخص السنة أو الزمن نفسه. وانت جاي سمعتك يا دكتور بتقول إنك لازم تشتري قطعة أرض جديدة عشان تأمن مستقبل بنتك الوحيدة. كنت بتتكلم مع واحدة، لكن واضح من كلامها وردها انها مش مراتك اهو ام البنت دي. وختمت كلامك بجملة: ايه الجبل ده؟ جه منين وظهر هنا فجأة ازاي؟ الدكتور بيتوتر جامد وبيقول له: توم انت بتراقبني؟ توم بيرد: ولو براقبك هسمعك ازاي جوه سيارتك؟ ما تقلقش، انا جايبك هنا عشان نقدر نستعمل الحالة ونستغلها كويس. انا عايز اعرف بالظبط ايه اللي بيحصل لي وليه ده بيحصل لي. توم بيكون واقف في البلكونة وبيجي اتصال، ولكن لما بيجي الكادر على البيت من بره بيظهر انه قديم ونصه تحت المية في البحيرة، ولكن جوه البيت بيكون فيه حياة عادي. بيظهر توم وهو بيتكلم في التليفون وبيسمع صوت بيقول له: المزرعة بتغرق. بيستغرب توم لان كلمة المزرعة بتغرق هي الكلمة الوحيدة اللي اتقالت في الاتصال، وبعدها الاتصال انقطع. وهنا بنكتشف ان توم بيسمع الاصوات دي من خلال الهاتف ومش بتجيله في دماغه زي ما قال الدكتور. وبيبص الدكتور والسيدة اللي قاعدين وبيسألوا توم مين اللي بيتكلم. بيرد وبيقول انه ممكن يكون اتصال خاطئ، وبيقعد كل واحد فيهم في مكانه بس من غير ما يتحركوا. وبنشوف تقريبا ان النهار قرب يطلع وهم لسه قاعدين في مكانهم من غير اي كلام. وبيجي تليفون تاني وبيقوم توم وبيروح بنفس الطريقة. بيرد وحد بيقول له في التليفون: المزرعة بتغرق. وبينقطع الصوت الأجش ده. الدكتور بيسأله مين اللي بيتصل، وبيرد توم بنفس الرد: مفيش، النمرة غلط.
بترجع الشاشة على توم وهو واقف في البلكونة، بس المرة دي الكادر من بره والبيت كله مهجور ومظلم، والدكتور والسيدة قاعدين جوه في الضلمة، وبنسمع صوت بيقول اهو ظهر، بص عليه بسرعة، ظهر تاني اهو اهو، انده العيال تشوفه بسرعة. هنا توم بيستغرب وبيقول للدكتور مين العيال دي؟ ولما بيبص توم جوه بيكون كل حاجة رجعت طبيعي زي ما كانت، الحياة وكأنها موجودة في البيت. وبعدها بيفكر توم ليه ما يخرجش ويروح يشوف المزرعة اللي بتغرق دي، ويقرر انه ينزل فعلا، لكن الدكتور بيقول له تنزل فين؟ الوقت متأخر والنهار قرب يطلع، بره خطر جدا، خليك هنا. وبيقول توم بكل برود وايه المشكلة؟ انا عاوز انزل واتمشى، ايه الخطر ان انزل واتمشى في الارض بتاعتي؟ التاني مخوفني. السيدة بتحاول تمنع توم وبتقول له ليه عايز تخرج دلوقتي؟ بتقول له النهار قرب يطلع، خليك ما تنزلش. لكن توم ما بيقتنعش وبينزل وبيخرج من القصر. توم فضل ماشي وسط القش الطويل والقمح العالي جوه المزرعه وضوء القمر بس هو اللي بينور الطريق، لحد ما بيلمح نور من بعيد. النور ده وكانه نار متوهجه طالعه من دفايه او حاجه مشتعله، وبيتجه ليه، ولما بيقرب بيلاقي راجل غفير قاعد قدام نار بيدفي بيها نفسه من البرد، وبيتخض الراجل وبيقول سلام قولا من رب الرحيم، انت مين؟ بيرد توم بكل ثقه وعنجهيه انت اللي مين وبتعمل ايه في ارضي؟ بيرد الغفير وبيقول له يا باشا انا حارس المقابر دي. بيرد توم وبيقول مقابر؟ انت من عيله مين بقى في البلد؟ بيرد الغفير وبيقول ان من عيله السبتي. وحضرتك مين يا باشا؟ وهو مخضوض بيرد عليه توم بكل ثقه وبيقول له انا من عيله المنياوي. الدم بيتجمد في عروق الغفير وفجاه بيطلع يجري وهو مرعوب جدا بدون سبب. بيستغرب توم جدا ولكنه مش بيحاول ينده عليه، وبيكمل لحد ما بيوصل قدام مقبره مكتوب عليها عائله المنياوي. وهنا بيسمع اصوات كتير لاماكن كتير بتيجي في باله، ناس بتستغفر وناس بتقرا قران، لكن توم مش بيفهم اي حاجه. بينتقل المشهد على الغفير اللي موجود وهو نايم في بيته تعبان جدا، وحواليه ناس كتير اللي بيقرا قران واللي بيراقبوا في صمت. وبنسمع هنا واحد من الرجاله وهو بيتكلم معاهم بره وبيقول انه لما لقى الغفير واقع على الارض سمعه بيهلفظ بكلامه، بيقول انه قابل واحد من عيله المنياوي، مع ان عيله المنياوي كلها اتوفت سنه 1940 في الفيضان العظيم، فيضان البحيره. ودي بتكون الصدمه. الأصوات اللي كان بيسمعها توم كانت أصوات الأموات، محدش يقدر يسمعها غير اللي زيهم، لأنه تردده زي ترددهم. والاتصال كان نداء عشان روحه ترجع المقبرة ما يتحولش لشبح، لأن توم نفسه ما كانش يعرف. جملة الدكتور الجبل ده اللي جابه هنا ما كانش جبل، ده كان مياه الطوفان العالية. والسيدة اللي كانت جنب توم هي السيدة اللي كانت في سيارة الدكتور وهو رايح بيت المنياوي بناء على دعوة من توم بسبب إحساسه بشيء غريب بيحصل معاه. الاتصال كان آخر حاجة تلقاها توم قبل موته أثناء جلوسه مع الدكتور والسيدة بعد وصولهم، وهي كانت كلمة المزرعة بتغرق. وبعدها المياه غمرت المكان وغرقت أهله كلهم واللي كانوا نايمين في القصر، قصر عائلة المنياوي. تكرار كلمة المزرعة بتغرق كان المقصود بيه تذكير توم بأنه ميت، وإن دي آخر كلمة سمعها فعلا قبل ما يحصل الطوفان. وهنا بنكتشف إن البيت اللي كان كل شوية بيظهر نصه تحت المية هو بيت مهجور فعلا، بيت غرقان ومش زي ما احنا كنا شايفينه. وبتنتهي الحدوتة بالدكتور والسيدة اللي واقفين في البلكونة اللي اختاروا يظلوا أشباح تايهين، أشباح بيت المنياوي.